هنعرف في الفيديو النهارده فكرة أو شكل من أشكال تزيين كيك الشوكولاتة اللي بالأوريو. هي الكيك والكريمة والشوكولاتة كل حاجة أنا كنت عاملاها قبل كده في فيديوهات، هنزل لينك كل حاجة في التعليقات. أول حاجة خالص الكيك، بنعمل الكيك شرايح ونبقى مجهزين الحاجة اللي هنسقي بيها الكيكة، سواء نسكويك سواء مية وسكر أي حاجة. هو أصلا الكيك طري جدا، بس احتياطي يعني احتياطي هنسقيه ولو حاجة بسيطة خالص. الكريمه كمان هو الكريم شانتيه عادي، بس انا حاطه عليه كاكاو خام عشان يبقى شوكولاته. اول حاجه هنرص الطبقات، يعني مجهزين الكيك طبقات متقطع. وهنبقى مجهزين الكريمه اللي هي الكريم شانتيه على الكاكاو، وديت نوتيلا انا كنت عاملاها بالبندق، وحطيت عليها كمان يعني حبه بندق او لوز متحمصين. وبعد كده هكسر اوريو لان هي اصلا كيكه اوريو، هبقى طحن حبه اوريو ومجهزاهم معايا كمان. اول حاجه هحط اول طبقه كيك واسقيها، وبعد كده احط عليها كريم شانتيه بنفس الشكل ده كده، او كريمه يعني كريمه شوكولاته. وبعد كده صوص الشوكولاته اللي انا عاملاه وبسكوت اوريو. هو انا مش بحب الكيك يبقى كريم شانتيه وكيك بس، انا بحبه يكون مليان حشوات مختلفه بقى، سواء صوصات سواء بسكوت سواء اي حاجه. ده بيبقى الكيك غني وبيديله طعم تحفه جدا جدا ومميز عن اي تورت او كيكات تانية. هعمل كل الطبقات كده، هي الكيكه دي تقريبا 5 أو 6 طبقات مش فاكره يعني، هي عاليه. هنعمل كل طبقه بنفس الطريقه اللي عملناها للطبقه اللي قبلها. هنعملها طبقه رفيعه من الكريم شانتيه، وبعد كده هحط عليها الصوص اللي هو اللي بالبندق ده، او ممكن ما نحطهوش يعني. احنا يعني الحشوات اختياري، ممكن نحط نوتيلا مثلا، ممكن نحط اي صوص شوكولاته احنا عاملينه باي شكل من الاشكال. والحواف بس هنحط عليها كريم شانتيه بنفس الشكل كده علشان الصوص ما يقعش. وطبعا الكريمه لازم تكون تقيله جدا، ودي اكتر طريقه او اكتر سبب من اسباب اللي بيخلي التورت تكون ناجحه وحلوه، ان الكريمه نفسها او الكريم شانتيه بتاعها يكون تقيل، سمكه تقيل. وبرضه هحط بسكوت اوريو كمان فوقيها، وهمشي بكل الطبقات بنفس الاسلوب كده، بنفس الطريقه، مش هغير اي حاجه خالص. غير الحشوات يعني كل واحد ممكن يحط الحشوه اللي هو حاببها، بس اللي احنا مش هنختلف عليه الكريمه او الكريم شانتيه. لو التورته كريمه بيضه هيبقى الكريمه بيضه عادي، انما دي علشان شوكولاته انا حاطه عليها حبه كاكاو خام. وبرضه هحط صوص الشوكولاته بنفس الطريقه. وكمان هحط بقى حبه بسكوت اوريو، او ممكن في طبقه من الطبقات مثلا نستغنى عن البسكوت او نستغنى عن صوص الشوكولاته، مش فارقه. بس عموما بتبقى الكيكه او التورته في الاخر حلوه قوي وغنيه جدا اما بتكون مليانه حشوات حاجه، حتى ولو هنطحن بسكوت عادي ونحطه. هي الفكره فيها ان احنا نملى الكيك حاجات من جوه، هو ده اللي بيديله طعم غني في الاخر وحلو قوي. هنكمل الطبقات بنفس الطريقه كده لحد ما نوصل لاخر طريقه. انا هعمل بقى يعني انا عملت كيكه اوريو قبل كده، بس الكيكه دي مختلفه، ان انا هسيب الكفر بتاعها اللي من بره هيكون كريم شانتيه او كريمه بيضه عاديه، وانا حاطه عليها حبه بسكوت اوريو مطحون، فبقت بيضه وفيها فتافيت من البسكوت الاسود كده، فمديها طبعا شكل مميز جدا، او شكل من اشكال الاوريو. هغلفها من بره، ودي بقى اهم خطوه من خطوات يعني ان احنا نغلفها صح، ان احنا تبقى الكريمه تقيله، تقيله قوي. وهنملاها من بره كده، وبعد كده هنجيب بقى سكريبر او اي حاجه او حتى سكينه اي حاجه مستويه كده، ونفضل بقى نملس التورته او ننعمها، نفضل رايحين جايين رايحين جايين كده بيها لحد هي شويه بشويه من نفسها، طالما الكريمه تقيله من نفسها هنلاقيها بقت طريه وبقت تقريبا زي بعضها خالص. بنفس الشكل ده كده لحد لما نحس انها يعني مستويه خالص. وفي شكل تاني من السكريبر ده بيكون زي زجزاج كده، بيبقى شكله يعني لطيف قوي مع التورت. في منها اشكال كتير، ده شكل من اشكالها. هفضل اسوي في التورته، وبعد كده هعمل لها الجناش الشوكولاته اللي هو بيبقى شوكولاته خام من بتاعه المطبخ، وعليها حبه كريمه او حبه لبن صغيرين جدا، يعني يا دوب يعني هتسيح بس الشوكولاته بيها. وهنفردها على التورته من فوق، ودي اشكال بتبقى جاهزه من عجينه السكر، انا بجيبها شكل يعني اشكالها بتبقى جاهزه كده، بتبقى لذيذه قوي. وهنعمل بقى وردات من الكريمه ونحط جواها بسكوت اوريو. وفي بقى الحاجات اللذيذه قوي اللي بتجري الاطفال جديده في التورت، اللي بتخلي شكل التورت لذيذ قوي، هي الصور اللي هي الصور اللي عليها بقى، سواء اي كرتون هما بيحبوه، سواء اي صور هما بيحبوها، صور للاطفال اصلا. يعني في صور ممكن نعملها كده ونحطها في شيش ونحطها جوه التورته، برضو بتبقى لذيذه جدا. بتطلع التورته شكلها في الاخر يعني مميز قوي، خصوصا لو للاطفال يعني. دي طريقه من طرق تزيين التورته، وكل فتره هنزل طريقه. يا ريت لو عجبتكم لو حد جربها ويقول لي رايه فيها ايه.